قال الحرس الثوري الإيراني إن أي تحرك خاطئ للعدو في مضيق هرمز سيؤدي إلى وقوعه في دائرة الخطر المميت. وأضافت قيادة بحرية الحرس الثوري أن جميع عمليات العبور في مضيق هرمز تخضع لسيطرة كاملة من قواتها. هذا ونشر الحرس الثوري صورا لعملية اعتراض مدمرة أمريكية قال أنها حاولت عبور المضيق أمس السبت. ونفى المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أعلان القيادة الأمريكية حول دخول قطع بحرية أمريكية إلى مضيق هرمز. معنا من عمان نائب رئيس أركان الجيش الأردني سابقا الفريق قاصد محمود، أهلا ومرحبا بكم معنا. أريد أن أبدأ بالسؤال عما يعنيه ترامب بالحصار لمضيق هرمز. أسأل من ناحيتين، الأولى أن المضيق هو بحالة حصار موجودة من قبل الإيرانيين، والثاني أن هذا الموضوع سيؤذي الأمريكيين وحلفاء واشنطن أيضا. مساء الخير، أهلا ومرحبا. ومشاهديك. لا، الحصار حقيقة يعني الآن هو محاصر جزئيا إيرانيا، بمعنى آخر أن هناك الآن موقف إيراني انتقائي يسمح بعبور من يريد من البواخر تحمل النفط، حقيقة حاملة ناقلات النفط، ويمنع من يريد، وهو طبعا يصنف أولئك بالأعداء ويقصد أمريكا وإسرائيل بشكل رئيسي ومن يحالفهم حقيقة، فبالتالي انتقائي. أما أمريكا إذا أرادت أن تذهب إلى الحصار البحري، طبعا الحصار يمكن يتم على فكرة بقرار وبإمكانية عسكرية قريبة، يعني ممكن فعلا إذا أردت أن تهدد الناقلات في عبر المضيق وعبر الخليج، حقيقة المسألة سهلة سواء كان على إيران أو على أمريكا. لكن إيران الآن أمريكا تحاصر من؟ تحاصر إيران المحاصرة، ثم تحاصر الدول التي أمريكا نفسها سعت أن يسمح للنفط أن يتوجه إلى مثل الصين والهند وكوريا وما إلى ذلك. فبالتالي أعتقد سيكون حصارا ليس على إيران بل على دول أخرى مهمة جدا، وتستطيع أيضا أن تمارس ضغوطات على المشهد الدولي برمته. وبالتالي أعتقد سيكون يعني قرارا الأرجح أنه إعلاميا وتصريحات من ترامب لا تفرق، لأنه قيمة عملياتية لن يكون له. الإمكانية موجودة، لكن أيضا إذا كانت الحصار بقطع بحرية تجوب البحر أعتقد سيكون خطر عليها من إيران التي ثبت أنها لا تزال تمتلك وسائل عسكرية صاروخية ومسيرة بحرية ومسيرة جوية تستطيع أيضا أن تؤذي وتدمر وتحرق وما إلى ذلك. كل ذلك موجود، ثم أنه تصعيد في غير محله. يعني لم يذهب ترامب إلى وقف حرب و14 يوم هدنة للمفاوضات أعتقد، ولا يزال إلا بقناعة واضحة أن الحرب لم تعد الأفق المناسب للوصول إلى بعض الأهداف وليس كل الأهداف. لكنها يعني على ما يبدو خطط ترامب هو يهدد باستمرارها. وهنا أستغل هذه الفرصة لأن أسأل عن إمكانية الحديث عن استعدادات عربية لاحتمالية العودة للحرب. السعودية مثلا نشرت قوات باكستانية، ماذا عن باقي الدول العربية والخليجية التي من الممكن أن تتأثر بشكل أو بآخر بهذه الحرب؟ يشوف السعودية من أقل الدول تأثرا حقيقة من حيث الاستهداف الإيراني، لأنه أول السعودية عندها خيارات تصدير أخرى في البحر الأحمر مفتوحة وموجودة، ثم أن أيضا يعني السعودية لديها إمكانيات استراتيجية بالأساس جيدة، وإن كانت جغرافيا السعودية واسعة جدا. الحضور الباكستاني باعتقادي هو حضورا رمزيا بالدرجة الأولى وذات قيمة سياسية مهمة جدا حقيقة، لأن باكستان أيضا حريصة إيران على الحفاظ على العلاقات معها، وبالتالي هي نوع أعتقد من الحصانة الإضافية للسعودية، وقد لا تكون يعني مانع تام إذا ما اضطرت إيران وذهبت بها الأمور إلى أوراق يعني خلينا نقول إلى حد ما يعني صعبة جدا. لكن مرة أخرى بدون السعودية أيضا هناك خيارات مفتوحة. إذا كان الهدف هو الطاقة وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، فأنت تتحدث عن فعلا إغراق الجزيرة العربية كلها بالظلام، وهذا ممكن، أو حتى قطع إمدادات المياه، أو حتى أيضا مرة أخرى تدمير كل منصات إنتاج النفط أو تحميل النفط. هناك أهداف كثيرة جدا، وأعتقد هذا لم يعد أيضا خيارا أمريكيا مناسبا بكل الأحوال، لأنه مرة أخرى الأساس
الذي بنيت عليه التغيير الجوهري في الموقف الأمريكي هو الكلفة الباهظة للحرب وانسداد أفق النجاح العسكري للوصول إلى الأهداف. بالتالي لماذا نرجع إلى كلفة ضخمة؟ يعني لم يعد يعني مهما جدا أن تضيف إلى إيران خسائر جديدة مادية. نعم. حتى وانقطعت الكهرباء عن أهل إيران على الأرجح سترد بالمثل. لذلك أريد أيضا أن أسأل عن المخاطر اليوم من انفجار الوضع في المنطقة ككل في حال حدوث تصعيد غير محسوب النتائج. كما تتفضل، من الممكن أن تغرق المنطقة ككل في الظلام، من الممكن يعني خيارات كثيرة أمام الأطراف المتصارعة، ومنطقة مشتعلة من طهران لبيروت لغزة لمناطق أخرى. هذا هاي الأخطر ما يمكن في البشر، أن حقيقة أن يدخل الإقليم في حالة من الفوضى المطلقة، الفوضى غير قابلة للانضباط. وبالتالي من الرابح بهذه الحالة ومن الخاسر؟ أعتقد أن سيكون هناك الكثير من المخاطر على العالم أولا كله، من حيث أن قيمة هذا الإقليم الكبرى لاقتصاديات العالم، ثم على المشروع العالمي المزروع في قلب هذا الإقليم في فلسطين المحتلة وهو الكيان الإسرائيلي. الفوضى حقيقة لن تدعه في أمان أبدا. وبالتالي أعتقد ليست أمريكا بحال من الذكاء إذا كانت فعلا تريد، لذلك علما أن هذا الفوضى الخلاقة طرح أمريكي مبكر. إذا تذكروا من 3 عقود طرح، ومن الجمهوريين أنفسهم حقيقة، وكانوا يعتقدون أن هذه الفوضى الخلاقة ستأتي بتغيير جوهري في النظام السائد في الإقليم، وبالتالي يتحول إلى إقليم بقيادة أو بنفوذ إسرائيلي أوسع. أيضا مشاهدينا، معنا من طهران مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي. سيد محمد، مساء الخير. برأيك هل انتهت فرص الدبلوماسية أم أن طهران ستعود للقبول بالشروط الأمريكية بعد تهديدات ترامب الجديدة؟ بسم الله، تحية لك وللمشاهدين الكرام. لم يكن هناك حديث عن الشروط الأمريكية. الموضوع أن هناك 10 نقاط وافق عليها الأمريكي، وهي هذه الشروط الإيرانية. الحديث هي حول هذا الموضوع، وهي الإطار العام لأي مفاوضات قادمة إذا ما بات هناك بابا جديدا للدبلوماسية من جديد. وهذا الباب أعتقد بأنه ما زال مفتوحا ل10 أيام قادمة، مهلة انتهاء الأسبوعين لوقف إطلاق النار. ما بعد ذلك لا أحد يعرف ما الذي سيحصل، لكن التقلبات التي عاهدناها من الرئيس ترامب، كل يوم بتصريح، كل يوم بفكرة جديدة، هذه التقلبات ربما من الآن إلى 10 أيام ربما يتقلب الرئيس ترامب 10 مرات. طيب، كيف ستتعامل طهران مع فكرة الحصار البحري التي تحدث عنها ترامب؟ هل يمكن منع ذلك؟ هل هي مستعدة لسنوات عجاف في حال نفذ الأمريكيون تهديداتهم؟ نحن في إيران نعتقد بأن الجغرافيا غير مساعدة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تقوم بهذا الحصار أولا. ثانيا، من يريد أن يحاصر إيران، المحاصرة أساسا هو سيدفع الأثمان ليس إيران، وتكاليف هذا الحصار على الأمريكي أكثر من تكاليفها على الإيراني. ثالثا، أن هذا الحصار سوف يكون على الجميع ليس فقط على إيران. الرئيس ترامب يعتقد بأن المضيق هو فقط لإيران. طيب، ماذا عن حلفائه في هذه المنطقة؟ كيف سيتصرفون؟ هذا السؤال يجب أن يوجه لطهران أستاذي الكريم. لذلك أقول بأن حينما يريد أن يحاصر إيران فهو بالتالي يحاصر حلفائه قبل إيران. لذلك أيضا أقول بأن هذه السفن التي لم تستطع أن تصمد في المنطقة في حرب 40 يوم، هل ستستطيع أن تصمد لسنوات مقابل الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية؟ وكلنا رأى ما الذي حصل لحاملات الطائرات التي جاءت إلى المنطقة، وكلنا رأى بأن المدمرتين الأمريكيتين يوم أمس كيف أنها هرولت بالهروب من المنطقة نتيجة للتهديد الإيراني. طيب، كيف يريد أن يحاصر إيران؟ طيب، يريد أن يحاصر إيران ربما سيد محمد، هو يقول بأنه دمر مصانع الصواريخ والمسيرات، وفي حال الحصار يعني سيكون هناك مدة زمنيجة ستقف عندها القدرات الإيرانية على توجيه هذه الضربات، خاصة أنه يمكن أن يجبر ترامب عن طريق الحرب وتوجيه ضربات أقوى إيران على القبول بالشروط الأمريكية. هو يهدد الآن
بموضوع استهداف مراكز الطاقة في إيران، ويقول بأنها تحتاج لساعة فقط. يعني لو كان استطاع أن يفعل هذا التهديد لفعل، لما ذهب إلى باكستان بعد هذا التهديد الكبير، وهو يعرف جيدا ما الذي سيحصل ما بعد هذا التهديد. هذا أولا. ثانيا، إيران من ناحية جغرافية لا يمكن محاصرتها، هناك العديد من الدول المجاورة بريا للجمهورية الإسلامية، لذلك إيران لا يمكن محاصرتها بالمعنى التقني والجغرافي. لذلك الولايات المتحدة هذه التصريحات يطلقها في الهواء، هذه التصريحات غير ممكن أن نراها على الأرض، لا من ناحية عسكرية ولا من ناحية اقتصادية ولا من أي شيء آخر. هذه التصريحات يريد من خلالها الرئيس الأمريكي أن يقول بأن أنا انتصرت وأنا الذي أفرض الواقع الجديد على هذه المنطقة وما إلى ذلك، لكن الواقع الحقيقي على الأرض تفرضه إيران ما بعد مضيق هرمز والذي رأيناه في باكستان. هل من أوراق ضغط متبقية من الممكن أن تستخدمها طهران في حال استمرار هذا الصراع؟ بالتأكيد إيران لم تلعب أوراقها كلها، فقط أن يخرج الإيراني من NPT. أين ستصبح المشهدية في هذا المأزق الدولي؟ لا أحد يعرف. فقط إذا إيران يعني طلبت من حلفائها إغلاق مضيق باب المندب، أين سيصبح أسعار النفط في العالم؟ إذا ما ذهبت إيران باستهداف الموانئ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أين سيصبح الاقتصاد العالمي؟ وإلى آخره. هذه النقاط التي بدنا نعرفها جميعا، لكن هناك نقاط وأوراق الإيراني تركها لأوقات الذروة، وهذه الأوقات لم تصل حتى الآن. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من طهران مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي. الحديث معنا من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس. أستاذ إيهاب، أهلا ومرحبا بك معنا. سؤال بسيط: ما الذي سيجبر الإيرانيين على القبول بالشروط الأمريكية؟ أهلا بحضرتك أستاذ أسامة وبالمشاهدين. إجابة بسيطة: عمليات عسكرية قوية تسقط النظام، غير ذلك لن نكون أمام أي تغييرات داخل الإيراني أو السلوك الإيراني. وإسقاط النظام يتطلب عمليات عسكرية كبيرة وقوية جدا، وإنزال بري وسيطرة على مدن، وأشياء كثيرة لن تكون سهلة ولن تتم في المدة المتاحة أمام الرئيس دونالد ترامب، والتي أضاع منها تقريبا 12 يوم في مفاوضات وهدن أمامه حتى آخر شهر مايو. تنتهي مهلة 60 يوما الممنوحة له بالتعديل الثاني للدستور الأمريكي، ثم بعد ذلك من الممكن أن تمدد إلى 90 يوما. يذهب بعد ذلك إلى الكونغرس ويحتار الكونغرس في أمر ترامب وأمر الحرب، ومن الممكن أن تكون هناك استمالة لبعض الأصوات الجمهورية. نعم. ويدعو الكونغرس لوقف الحرب. طيب، ما هي الخيارات في هذا الإطار؟ أستاذ إيهاب، تتحدث أنت عن عمليات برية، عن عمليات عسكرية تسقط النظام. طيب، النظام رغم كل الأذى الذي لحق به في إيران لم يسقط، وعملية برية هي أشبه بمحاولة انتحار كما توصف من قبل أوساط عسكرية أمريكية. لا، هي مش مسألة انتحار، هي ستكون مكلفة مثل أي حرب. يعني هنكون أمام حرب يعني، وليس فقط عمليات عسكرية، سنكون أمام حرب حقيقية. وهذا سيكلف الجيش الأمريكي طبعا معدات وجنود وربما أرواح وأشياء كثيرة ستكون لها عواقب وخيمة على الرئيس دونالد ترامب وعلى الداخل الأمريكي. لكن في نفس التوقيت أنا من وجهة نظري أن ما نشاهده اليوم، سواء هذه الهدنة وأكذوبة المفاوضات، نعم، هي مجرد استراحة للرئيس دونالد ترامب كان يريد من خلالها أن يفكر في ماذا يفعل بعد 14 يوما. وهل ينسحب ويدعي الانتصار والنصر وإلى آخره كما يدعي اليوم؟ هو يدعي أنه حقق انتصارا وأن الإيرانيين أصبح جيشهم مهدما وليس لديهم شيء، وهو مخطئ. طب مين اللي قفل مضيق هرمز سيدي الرئيس؟ نعم. حد غير إيران؟ هل أنت فتحت المضيق؟ لم تستطع حتى اللحظة أن تفتح المضيق. مشكلتي مع ترامب أنه يتحدث كثيرا ويجعل الوضع غير واضح المعالم، ويعطي إشارات إيجابية للإيرانيين بأن الحرب ستنتهي قريبا، لذلك هم يصمدون. لكن أستاذ إيهاب، ما يتحدث عنه الرئيس ترامب لا يضر فقط إيران. موضوع هرمز بالنظر إلى أن الدول المجاورة أيضا
ترفض فكرة احتكار المضيق، خاصة أن هناك غياب أيضا لدعم أوروبي للمساهمة في أي عملية عسكرية لفتح المضيق كما يريد ترامب، وكما يطالب تلك الدول التي يقول بأنها المتضرر الأول من غلق المضيق؟ هو احتمال أستاذ أسامة خلال الأيام القليلة القادمة نشاهد بعض التحركات الأوروبية فيما يتعلق بمحاولة فتح المضيق، يعني المساهمة في رفع الألغام البحرية، احتمال كبير خلال الفترة القادمة، وتأمين السفن. لكن الفكرة اليوم أنه أنت ذهبت إلى هذه الحرب لثلاثة أهداف، ضفت عليهم هدف رابع بسبب أنه لم تكن هناك استراتيجيا واضحة في هذه الحرب. ما الذي تريد أن تفعله؟ وماذا لو حدث هذا الأمر؟ هل لديك بلان بي وبلان سي؟ ما فيش. الاستراتيجي الأمريكي اليوم والمخطط لهذه الحرب لم تكن لديه معرفة تامة وكافية بشخصية أفراد النظام الإيراني ولا بمآلات الحرب ومسالكها التي كان من الممكن بناء عليها يتم خلق استراتيجيات للتعامل مع التغيرات في الخطط. وهناك مفاجأة لترامب أن الحرب لم تنتهي بعد أسبوعين. وماذا عن موضوع الحلفاء الذين سيكونوا أبرز المتضررين؟ يعني اليوم ترامب سيحاصر شيء محاصر من قبل الإيرانيين، وهنا المعادلة عن الدول، عن الضغط الكبير الذي سيتعرض له الرئيس الأمريكي في هذا الإطار. فكرة أنه يحاصر إيران بحريا أنا لا أعتقد أن هي يعني ستكون لها يعني أي ثمار بالشكل الكبير. نعم. الإيراني أصبح جلده سميك بكل أنواع الحصار. أنت مطالب النهاردة يا أستاذ أسامة ترامب قولا واحدا أن تكون لديه مواقف حازمة مع النظام الإيراني عسكريا، غير ذلك فنحن لن نكون أمام أي شيء يحدث. ستظل الأمور كما هي، بل بالعكس ستزداد بلة، وستكون الأمور خارجة عن إطار السيطرة، وسيخرج ترامب من البيت الأبيض بعد فترة أو تنتهي هذه العمليات العسكرية دون تحقيق أي شيء سوى أنها أججت المنطقة وألهبتها أكثر مما كانت ملتهبة أصلا.